هلا وشلونكم؟ اليوم سوينا الطماطة المجففة. أول شي راح نخلي المي يغلي على النار، وأنا استخدمت هذا النوع من الطماطة. طبعا احنا نحتاج نغليه بالمي حتى الملح يقل من عنده، وإذا أكو بيه أتربة أو أوساخ كلها راح توقع. بعد ما المي يغلي راح نضيف الطماطة، وشوفوا كمية الأوساخ والملح اللي راح يكون بالمي، هذا لونه. طبعا بعدين راح نصفيها من المي ونخليها تنشف كل زين. أنا مرة ما كانت ناشفة عندي كل زين، ومن خليت لها زيت الزيتون للأسف كلها تعفنت وذبيتها، فهالمرة راح أجففها بالفرن. فرشت ورق الزبدة وحطيت عليها الطماطة، وأشغل بس المروحة مالت الفرن حتى تنشف الطماطة، وأضمن إنه ما راح يتكرر هذا الخطأ مرة ثانية. طبعا بس نخليها بشيشة، نضيف لها زيت الزيتون، ممكن تضيفوا لها أي أعشاب مطيبات أو بهارات أو حبوب أنتوا تحبونها. أنا هالمرة سويتها بس بزيت الزيتون. أو ها هي تسدون العلبة، وممكن بعد يوم أو يومين شوي تصير بيها طراوة وتكون جاهزة للأكل. أنا أحبها ويا الجبن الكريمي كلش طيبة. طبعا ويا زلاطة المعكرونة همين تصير كلش طيبة، جربوها. وطبعا كنكم ما شفتوا إن التوستة وقعت. باي باي.